السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايين لا دعم ولا عروض. النهاردة جايين نشوف معاناة أب مصري على أرض الواقع. أنا أب ل3 أولاد، بنتي تالتة ثانوي، ابني أولى ثانوي، ابني التاني 5 ابتدائي. تخيل تجيب كتب خارجية بكام؟ 3 أولاد، ال3 أولاد جايب لهم كتب خارجية ب450. معقولة؟ 4150 كتب خارجية؟ أقول لك عندك مادة زي مادة الرياضة في 3 ثانوي. المادة دي متقسمة 4 فروع. دي كتب الرياضة ال4 فروع، هوريهم لك وبسعرهم. دول كده اهو. دي الكتاب ده بفروعه عامل 205 اهو. تاني عامل 210. الرابع 210. دي رياضة. خش على الكيمياء، خلي بالك الرياضة كده عاملة 835 جنيه. مادة 225 و220. سيبك من الاتنين اللي في النص، بص على اللي فوق وبص على اللي تحت. الكيمياء 245 جنيه. خش على العربي. ده عربي. اقرا يا سيدي كده 295 و195 و190. ده بالطول اهو 190، وده 195 و295. تمام. خلصنا؟ لا لسه. ده انجليزي، كتابين 450 جنيه. فيزياء عينيا، كل حاجة موجودة. 360 جنيه، 150 و210. ده حاجة بسيطة كده، فرنساوي ب100 جنيه. طب المدرسين تعمل ايه بقى؟ تقول لك لا، ده شيء والمذكرات شيء تاني. تيجي بنت تروح الدرس اللي احنا لسه ما بدأناش السنة، وراحت الدرس. مبدئيا ده مذكرة عاملة 95 جنيه، ودي مذكرة انجليزي 255 جنيه اللي هم دول. ودي فرنساوي 130 جنيه. ودي كيمياء 95 جنيه. اللي انا بكلمه لك ده 3 ثانوي، والسنة لسه ما بدأتش، والمدرسين يا دوبك لسه بتقول يا هادي. الحاجة اللي مطلوبة احنا جبناها. قال لك لا، في مذكرات اساسي لازم تطلع من عندي. اللي عايز يتعلم يصرف دم قلبه. طب الكتب دي تعمل كام بقى؟ 3 ثانوي كل حاجة بالفواتير يا باشا. 2375 جنيه وخصم 23%.
375 جنيه وخصم 23%. دي تالتة ثانوي. نركن دول ونخش على أولى. هات لي أولى كده. بسم الله. سنة أولى. عشان لك دول. سنة أولى. بسم الله الرحمن الرحيم. ده إحياء وده فيزياء. أحياء 130 جنيه، فيزياء 135. ده رياضة 155 جنيه. ده انجليزي بس هو مش عارف ده هيطلع ولا لا. 220 جنيه. لغة عربية 195. ده 105. فلسفة 105. جغرافيا 115. تاريخ 120. كيمياء 140 جنيه. ده سنة أولى لسه ما يعرفش أي حاجة، ولسه الحمد لله ربنا كرمنا، ولسه قدامنا فترة عشان يخش الدروس. يعمل كام؟ 1125 جنيه بعد الخصم. 1125 جنيه بعد الخصم. دي كتب لسه المواد. فواتير اهي عشان تبقى باينه. ده التاني. انا عايزك بس تجمع وتحسب. قلنا هناك 2375 2375 وادي 1025 1025. تمام. يعني دخلنا في 3400. خد كده. ده رياضة سعره فين؟ سعره 130 جنيه. سلاح التلميذ اللي كنا بنجيبه ب7 جنيه وب10 جنيه، ولما غلي بقى ب35 جنيه. 130 جنيه. ده علوم 130 جنيه. ده انجليزي 150 جنيه. ده ايه ده؟ عربي 140 جنيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ده دراسات، مصروف عليه الدراسات، جلدته حلوه 130 جنيه. فاتورتهم فين دول يا بابا؟ اهي الصغيرة خالص اهي دي. 5 ابتدائي 525 جنيه. الاسعار اللي انا بقولها لك دي بعد الخصم. بعد خصم كام؟ 23% من مكتبة ليزر. عشان لو حد من السويس عايز يشتري كتب يروح المكتبة دي، فيها خصم 23%. فاحنا النهارده بقى عايزين نعرف الخصم ده فين، لصالح مين. لما الكتاب مكتوب عليه 225 جنيه ويسيب لك فيه 50 ولا 55 جنيه، ما بيديك خصم 23%. بيديك خصم 23%. يعني ال 200 عليهم 46 جنيه، وال 25 فيهم 4 جنيه، يبقى 50 جنيه. لما الكتب الرياضة تبقى 835
وانا اخدهم ب 600 وكسور. الخصم ده لصالح مين او جه ازاي؟ هل المطبعة اللي بتلعب؟ هل عندهم اوردر ان الاسعار تنزل؟ الاسعار دي مش في متناول الجميع يا جماعة. طب الاسعار دي احنا نعمل فيها ايه؟ طب انا كأب ادفع لي 4000 ولا 4000 ونص دروس، واجيب لهم ب 4000 جنيه كتب 4150، ويتحط عليها مذكرات ب 600 جنيه 700 جنيه اكثر ال 5000 جنيه، واجي كل شهر ادفع 4000 جنيه 4 ونص، بخلاف مواصلات عيال، بخلاف اكل، بخلاف شرب. ده دروس. ايها السادة المدرسين، رفقا باولياء الامور، الاساتذة اللي بتدرس ثانوي، ارحموا اولياء الامور شوية. على قد ما في حد فيكم بيعمل خير، على قد ما في حد بيفتري. واحدة عشان الدنيا مش مستحملة. احنا كل اللي طالبينه ان احنا نعلم عيالنا عشان يطلعوا يفيدوا مصر ويفيدوا المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يا رب الرسالة تكون وصلت، يا رب حد من المسؤولين يسمع من غير تطاول ومن غير حسبنة، رفقا بأولياء الأمور. العيال دي عايزة تتعلم، واحنا كأبهات بندفع دم قلبنا وبندفع الكوتة عشان نوفر للعيل بيئة محترمة كويسة، يبقى متعلم ابن ناس مصروف عليه. بس الصرف مش للدرجة دي، عشان انتوا بتعجزونا ان احنا نعلم عيالنا. فارحمونا شوية. العيال دي عيال ابهاتها اللي بتصرف عليها، ما بيصرفوش على نفسهم. يا رب الرسالة تكون وصلت، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والسلام عليكم.